حد سأل نفسه ايه اللي بيحصل من سوريا من يومين؟ اقول لك انا ايه اللي بيحصل في سوريا بقاله يومين. اللي بيحصل في سوريا بقاله يومين هو اللي بيحصل في سوريا بقاله 5 سنين، هو اللي بيحصل في فلسطين بقاله 70 سنة. واحنا العرب ما بنعملش حاجة غير ان احنا بنعمل ايه؟ نندد ونشجب واجتماعات، وساعات ما بناخدش بالنا اصلا، ونشير حاجات على الفيسبوك. هو ده اقصى حاجة احنا ممكن نقدر نعملها. احنا بقالنا 70 سنة بنندد، عملناش اي حاجة. 70 سنة بنطلب غيرنا يحارب لنا وياخد ارضنا. 70 سنة بنبص للغرب، شوفوا ايه اللي بيحصل، حد يجي يساعدنا. المرة الوحيدة سنة 73 لما اتجمع العرب كلهم، هي دي المرة الوحيدة فيها اللي قدروا يفوزوا وينتصروا ويقوموا لهم من بعدها واحنا برضو لسه بنحاول نعتمد على الغرب. صدقني هم مش هيقفوا جنبنا ولا هيعملوا لنا اي حاجه. وانا بستغرب قوي من الناس المستغربه دلوقتي ان الفيسبوك ومارك، وازاي ما تحطش علم سوريا ولا علم فلسطين زي ما عملت مع باريس. انا هقول لك اللي بيحصل ايه بالظبط. هل انت تتخيل او انت شفت مثلا في حياتك ان في شركه او في اي دوله نكست علمها، او شركه ادت للموظفين بتوعها اجازه لما في موظف عندهم اشتغل مات او فرش؟ ولا عمرك شفتها. ما يحصلش الكلام ده غير لما يموت الكبير. لما تكون انت شغال عند حد وتموت او يحصل لك اي حاجه، محدش هيحس بيك ولا هتقف الدنيا عشانك. انما لما يموت الكبير ساعتها الدنيا تبتدي تتحرك. هو ده بالظبط اللي حصل ساعه ما حصل في فرنسا. احنا بالنسبه لهم مجرد اتباع، مجرد ناس شغالين عندهم. لما حصل حاجه عندهم احنا بنفسنا اللي رحنا وقفنا جنبهم، لان انت شغال عنده فانت تروح وتقف معاه، انما هو لا، ما يقفش معاك. هو ده اللي بيحصل بالظبط في سوريا، واللي بيحصل ده بقاله 5 سنين. بس احنا عادي بنتغافل عنه او مش بنطنش. بس لما العدد كتر مره واحده، الناس اللي ماتت الناس تقريبا فاقت او ابتدوا بقى يعيطوا. بس على فكره كلها يومين 3 وهننسى كل حاجه.